هلو هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. مش قادره اقول لكم وحشتوني قد ايه. انا متاسفه جدا الفتره اللي فاتت ما كنتش بنزل في والله فيديوهات، كنت مشغوله في كام حاجه كده، فسامحوني يعني. ما كنتش عارفه خالص ولا املك خالص ان انا انزل فيديوز، بس يعني كنت مصوره فيديوهات. بصوا الفيديو بتاع النهارده هنعمل مع بعض تركيب، نتعلم مع بعض ازاي نركب ضوافر. لو اي حد بنوته او كده مش عارفه بتركب ازاي او بتستعمل لزق ايه او كده، وهنركبها اللي هي الشفافه خالص، وهنحط كمان عليها لون مانيكير حلو كده شتوي. فكملي معايا الفيديو لو انتي حابه تتفرجي. بصوا بقى هنا يا حلوين، احنا هنبدا بايه؟ هنبدا ان احنا نجيب مبرد. انا بفضل المبرد ده قوي علشان بيبقى ناحية خشنة وناحية ناعمة. بتحاولي تظبطي بيه الضفر، بيحاول يبردهم، بيبردهم كويس قوي عن اللي هو المعدن يعني القديم ده. المعدن ده بيبقى حلو في حالة ان مزنوقة فيه مثلا ولا حاجة، مش قدامك غيره. بالسن بتاعه بتحاولي تظبطي الحواف بتاعة الضفر، لو فيها اي حاجة بتنضفيها وكده. انما اكتر من كده لا، يعني هو المبرد الكويس هو اللي بيبقى العريض شوية ده. فهنا بحاول بس المكسر بحاول اظبطه وابرده اي شكل انت عايزاه. كده كده احنا هنركب ضوافر، فمش هنحتاج خالص ان احنا نعمل مثلا شيب معين او رسمه معينه للضفر الاساسي بتاعنا. بس مجرد ان احنا بنظبطه، وما بيبقاش بس واحد طويل واحد قصير وكده، عشان ما يبقاش ايه يعني. ده عندي كان اطول منهم، كانوا كلهم كسروا واحد ورا التاني. فكنت بقصر ده شويه لانه ما كسرش تمام. يلا بقى انزلي حطي لي لايك واشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني ولسه ما اشتركتيش، من كلمه اشتراك او سبسكرايب اللي تحت الفيديو. وفعلي زرار الجرس للكل عشان يوصلك اي اشعارات بنزلها بالفيديوهات اللي بتنزل تمام. بصوا بقى حلوين، هنا بحط لكم كده الالوان المتاحه بس حاليا عندي، لان في بفتح الشنطه لقيت الوان كتير جدا نشفت وعجنت من الشتا وكده. فدي الالوان الكويسه او المتاحه معايا تمام. بصوا بقى، عندي لزق الضوافر دوت، بيتجاب من اي محل اكسسوارز او محل مستحضرات تجميل. تقريبا مش غالي خالص، تقريبا كان ب20 جنيه، او مش اغلى من 20 جنيه يعني. بصوا دي في ضوافر جاهزة سيليكون بتلزق على طول من غير اللزق. لو انتي محتاجة مزنوقة فيها وبرضو مستعجلة مش عارفة ايه، فدي انا كنت مستعملة ده وده. ممكن تستعمليهم اكتر من مرة لو انت حافظتي عليهم وكده. بس انا المرة دي هوريكي اللي مش جاهزة، لو انت عايزة تجيبي الضوافر الشفافة. وانت تحطي اللون انت على مزاجك تمام. هنا بتبداي تمسكي الضوافر، تقيسي كل ضافر على مقاس ايدك ايه، وتبقي خلاص عرفتي ان ده المقاس بتاع الصباع ده وده بتاع المقاس الصباع ده، وتظبطيهم كده وتطلعيهم على جنب. بحيث ان انتي ما تتوهيش وانتي بتشتغلي. بس عشان انا متمكنه من الحوار ده، فانا مش محتاجه ان انا اطلعهم كلهم، لا انا بالمقاس كده في السريع هنعملهم مع بعض. عندك تو اوبشنز، يعني انت ممكن تعملي حاجتين: يا تحطي اللزق الجلو ده على الضوافر نفسها، وتحطي على ايدك يعني، وتحطي الضفر عليها. يا اما تحطي الجلو على الضوافر اللي هي الشفافه دي وتلزقيهم تمام. الاتنين بيلزقوا. بس المهم تفضلي مثبته ايدك عليه شويه كده بسيطه لحد ما ايه اللزق يبتدي ينشف ويبتدي يمسك. هتبداي بقى تثبتي ايدك كده زي ما انت شايفه شويه كام ثانيه كده. انا مش عايزه اسرع لكم الفيديو بحيث ان انتوا تشوفوا كل التفاصيل على الكاميرا. بصوا كده لزق خلاص. هنبدأ نعمل نفس الحركة في الصباع التاني وفي التالت، بس هنا بنقيس
هنا خلاص كنا قسنا الضوافر، فبنثبت بنشيلها بقى علشان نحط الجلو في كل ضفر ونركبه. المهم يا بنات، عايزه افكركم بالمسابقه. كذا بنوته قالت لي احنا عايزين نعرف ايه هي المسابقه وكده، لان تقريبا انا ما وضحتش. بصوا يا بنات، المسابقه بسيطه جدا 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 جدا، ما فيش فيها اي حاجه، عشان كده البنات ما فهمتش هي المسابقه ازاي. المسابقه يا بنات ان اي بنوته عندها مناسبه كان خلال شهر 12 ده، خطوبه او سواري او ايا كان المناسبه ايه، يعني تخرج، يعني اي حاجه، كاتب كتاب، اي مناسبه عايزه تحط فيها ميك اب، تكلمني وانا هعمل لها الميك اب فور فري. ايه بقى المسابقه؟ اللي هي تعمل بس لايك وشير للصفحه او للفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب، وتكون من المتابعين اللي بتتفرج عليا بس. يعني هو ده الشرط بتاع المسابقه، بس ان هي تكون من متابعيني في القناه، وتعملي لايك وشير للفيديوهات بتاعتي عندها بس، مش اكتر. واي واحده بنوته عايزه تعمل الميك اب تكلمني على طول خلال الشهر ده يا بنات، تمام؟ مش عارفه، ممكن امدها لكم شويه، بحيث ان يعني المسابقه ما كانتش باينه، او الشروط ما كانتش واضحه شويه، فممكن امدها شويه كمان. بس انا بقول لكم اهو، اي بنوته محتاجه تعمل ميك اب خلال الشهر اللي احنا فيه ده، عندها مناسبة، عندها خروجة، عندها كاتب كتاب صاحبتها، كاتب كتاب اختها، فرح زميلتها، خطوبة بنت عمتها، قرايبها، بصوا يعني هظبطكم. المهم تكونوا متابعين القناة عندي، تمام؟ وتعملوا لي لايكات على الفيديوهات بتاعتي، وتتفرجوا عليها، وتعملوا لها شير كمان، تمام؟ فيا بنات، شيروا الفيديو ده على الصفحات بتاعتكم، على الفيسبوك او انستجرام او ايا كان. تشيروا الفيديو ده لاي حد يستفيد معاكم بالعرض، يعني ان اي بنوته عندها مناسبه هتاخد الميك اب فري. يعني طبعا الميك اب بيكون شامل كل حاجه يا بنات، يعني بيكون شامل الرموش كله يعني. هنا بقى كنا بنحاول نطلع نتفرج كده مع بعض على الالوان اللي هنحاول نحطها على الضافر. بس انا هختار اللون اللي هو الزيتي، لان احنا الشتاء، فقلت اختار لون شتوي كده يكون غامق جميل. طبعا هنحط منه طبقتين بس لما الطبقه الاولانيه تنشف، لان اول طبقه ليه بتكون خفيفه شويه، او ما بتديش نفس اللون اللي انا ببقى عاوزاه. فانت يا بنات يعني انت تعودي لما تبقي عايزه توصلي للدرجه بتاعه اللون الازازه، حطي طبقتين بس، تأكدي ان الطبقة الاولانية نشفت تماما عشان ما تعجنش منك. عايزه اقول لكم ان شاء الله الفتره اللي جايه انا هنزل لكم فيديوهات ان شاء الله باذن الله باستمرار، بس ادعوا لي يعني الفتره اللي انا فيها دي تعدي، وهطلع اقول لكم كان ايه الحكايه او ايه سبب التاخير اللي انا اتاخرته في الفتره اللي فاتت. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هنكون مع بعض بشكل اكتر يعني، وهنزل لكم فيديوهات كتيره وكده. بصوا كده يا بنات، كده كانوا حاطين الطبقة الاولانية، بنحاول بقى نشوف الطبقة التانية، كان اللون نشف فبنعيد عليه. اللون طالع تحفة، مش قادرة اقول لكم، جميل جدا. لون شتوي قوي. يعني انا بحب الالوان دي، وطبعا بحب البينك والاحمر والروز والبيج والحاجات النود برضو، بس انا قصدي يعني لون شتوي دوت. لون كان جميل جدا يعني.
بيليق برضو على حاجات كتير. عايزه اقولك يا بنات، الضوافر لو انت ما بتغسليش ايدك او ايدك مش في الميه ومواعين ومش عارفه ايه وكده، اليوم كله ممكن تقعد معاكي حوالي يعني 4 ايام لو انت مش بتعملي اي حاجه من حاجات شغل البيت، يعني ممكن تقعد معاكي 4 ايام باللزق بتاعها. هنا كنت انا عملت الايد التانية بس الصباع اللي هو اللي في النص ده كنت مستنيه بس ينشف عشان اعيد عليه. المهم يا بنات، لو الفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك والاشتراك، واعملي شير على للفيديو عشان تخلي اكبر عدد من الناس يشوفوه ويستفيدوا بالعرض. ما فيش مشكله لو حد من قرايبك او حد من اخواتك وهم يعني تاخدوا العرض انتوا الاتنين او انتي وقرايبك، ما فيش اي مشكله. فاعملي شير للفيديو ده واعملي شير للفيديوهات بتاعتي كمان، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله، وباي باي.